تخيل تكون خياط وتجي بنت وتجمع معاها وتاخد التوب وتخدمو وتعطيه ليها، ولكن هاد البنت اللي كتبان كيف اي بنت، ولكن في الاخير كتطلع ماشي من بن ادم. وهادشي اللي وقع لصاحبنا الخياط ابراهيم. وبالضبط شنو وقع مع ابراهيم في الاخر الليل في المحل ديالو، وشكون هاد البنت وشنو دارت بالضبط باش تخلي ابراهيم اللي كان اشهر خياط في الوقت ديالو يبعد على الخدمه ديالو بمره. ودابا غادي نروي ليك القصه الحقيقيه اللي وقعت هنا في المغرب بالضبط، وبالضبط في كازا. وبسم الله بدينا. هاد القصه تقريبا دازت عليها 40 سنه، وبالضبط في مدينه كازا، في واحد الكاريان قريب من السوق العراقات. وهاد السوق معروف عليه كيتباع فيه جميع لوازم السحر والشعوذه. خليونا نرجعوا للكاريان اللي كان ساكن فيه اشهر خياط في هاد المنطقه. كنت معروف بالخياطه اللي اكتسبتها لمده 30 سنه ديال الخدمه. كان كيجيو عندي النساء من جميع المناطق اللي حدا كازا. واحد النهار اللي طويل من الخدمه بديت كنجمع المسائل ديالي وكنسد في المحل. مع بين سدو ويدخل ليا واحد البنت، وبالضبط مع الوحده ديال الليل، وهي طلب مني نخيط ليها قفطان. وانا استغربت، قلت لها سمحي لي دابا ما يمكنش، كي تشوفي راه كنسد دابا المحل. حسيت بواحد الشعور اللي غريب، الخوف والبروده طلعت من العظومه ديالي، وبنفس الوقت حسيت بواحد الهيبه طالعه من هاد البنت، وشكلها ما كانش كيريح بمره. لونها كان بيض بزاف، وجهها شاحب بحال اللي ما فيش الدم، بحال شي جثه ميته. كانت لابسه عبايه اللي طويله ومغطيه ليها حتى رجليها. ومنين قلت لها بلي اليوم كملت الخدمه ان شاء الله تالغدا ورجعي، ردت عليا بصوت اللي قاصح وقالت لي راه جايه من بلاصه اللي بعيده، ما نقدرش نتسنى حتى الغدا، وسمعت عليك بلي انت افضل وعني احسن خياط كاين في هاد البلاصه وقصدتك نيشان. انا ما ارتحيتش ليها وقلت مع راسي هادشي عادي، وانا نقول السيده جايه من قنت اللي بعيد ما غاديش نخليها ترجع خاويه. ما باش رفضت الطلب ديالها وقلت ليها صافي وناخذ العبار ديالك دابا، وان شاء الله بعد يومين ارجعي وتلقاي القفطان ديالك مقاد هو هذاك. وقفت وانا نزل المترو ديال العبار باش نشد المسافه ديال الكتاف، ولكن مع قربت ليها وانا نحس بواحد الشعور ديال الحراره ما يمكنش خارج منها. كرزت تقربت منها وانا نشم ريحه قريبه ريحه الكبريت خارجه منها، وهنا حسيت بالخوف ديال بصح. حاولت ما نبين والو وكملت الحساب، وانا نشد ورقه وستيلو باش نقيد العبار، ولكن مع التوتر والخوف نسيت العبار. وانا نقول اعوذ بالله، وعاودت المره الثانيه كنشد العبار ديال الكتاف، ولكن مع الصدمه كطلع لي العبار المره الثانيه مختلف نهائيا عن العبار ديال المره الاولى. وانا نقول اعوذ بالله، وانا نقول بلاتي مع راسي، وانا نعاود المره الثالثه. وانا الصدمه طلع العبار المره الثالثه مختلف عن المره الاولى والمره الثانيه. انا سكت وجمعت راسي وتعودت من الشيطان الرجيم، وانا نبط رجليها باش نشد طول من رجليها لراسها. وهنا قالت لي من الاحسن خليك بعيد وبلا ما تقرب. وهنايا بعدت عليها واعتذرت منها. المهم وهنايا جبدت لي واحد التوب من واحد الصاك لي قديم بزاف، وهي تقول لي هذا هو التوب اللي باغاك تفصل عليه القفطان. ما عطاتو ليا وانا نستغرب. اكثر من 30 عام ديال الخدمه ولو عمري شفت بحال هذا النوع ديال التوب. شايف جميع انواع والوان الاتواب، ولكن هذا بالضبط كان غريب بزاف. توب كحل من الكحوليه وخشين لواحد الدرجه اللي قاسها بزاف، حيت من الريحه ديالو من شميتو كان طالع منه ريحه الحريق. وانا هنايا بديت كنتوتر وعرقت بزاف. بديت كنبتسم باش نلطف الاجواء. شفت فيها وانا مبتسم قلت لها باين على التوب هذا غالي بزاف وماشي من هنا جايبها من برا ياك. ولكن البنت ما رداتش عليا وبقات ساكته وكتشوف فيا غا بعيونها اللي كانوا حادين. وانا الصراحه حسيت بالاحراج وبنفس الوقت ميت بالخوف. قلت لها خلاص ان شاء الله القفطان من هنا يومين غيكون موجود، وان شاء الله من هنا اليومين 48 ساعه غترجعي وغتلقاه موجود هو هذاك. وهي تخرج بلا ما تقول لي والو. انا جمعت المسائل ديالي وقفلت المحل وخرجت مشيت للدار، وانا في الطريق والاسئله كيدوروا لي في راسي. من المفترض بعد هاد البنت اللي جايه في ساسة الليل على الاقل يجي معها راجل ولا خوها ولا شي واحد. بنت جايه بالليل راه ما يمكنش. وانا مالي ندير اللي عليا، تكون بنت تجيب بوحدها ما تجيش، انا غندير اللي عليا ونخدم خدمتي والكمال على الله. وصلت للدار وتعشيت ومشيت شديت بلاصتي، ولكن راسي عامر بالاسئله
ما قديتش ناس مزيان، لاش وجهها هكا وصوتها قاصح ولاش الثوب ديالها داير بحالها. ولكن الاسئله باقي كيضروا ليا في راسي ما حبسوش بمره، والناس عاد ما كيطير. يمكن وجهها داير بحال هكاك حيت مريضه بشي مرض الله يستر، وصوتها قدر يكون صوتها عادي بحال هكاك. وبالنسبه للباس ديالها ما خلاتنيش نعبر ليها من رجليها لراسها، راه بنت عادي تكون حشمات ولا شي حاجه، وانا ما باش نحكر بزاف. المهم بقيت كنكذب على راسي بالاجوبه حتى داني الناس. وكيف ما المعتاد عندي واحد العاده ديما كنشغل القران عاد كنبدا الخدمه. شغلت القران هزيت التكتب ومن شاعل الماكينه، ولكن الماكينه والو شبات تشعل. مع الرغم ان هاد السنين كامله وهي خدامه ولكن والو. بقيت ندابز معاها نهار كامل كنشوف من التحت من الفوق من الجناب كنقلب، ولكن راه كيبان لي كلشي مزيان. ولكن زعما الماكينه كامله صالحه، شنو خاسر فيها الله اعلم. نهار كامل وانا مدابز معاها حتى ضاع عليا النهار وصل الليل. ومع الوحده عاوتاني وهي تدخل المحل ديك البنت بلا ما دير اي حس، دخلت هكاك حتى خلعاتني طيراتها مني خلعه. واول حاجه قالت فين هو القفطان وشحال باقي ليك. انا بقيت مصدوم هنايا، قلت لها ياك متفقين ان شاء الله بعد يومين وغادي يكون واجد. وانا نقول لها الماكينه النهار كامل وهي حابسه، نهار كامل ما خدمتش. ان شاء الله غدا غنصايبه وغنبدا في الخفطان باذن الله. قبل ما نكمل كلامي وهي تقاطعني بواحد الصوت اللي الصراحه خلاني، والله الا خلاني بالله. قالت انت بتبقى تلعب معايا، ما عنديش مع اللعب تاع الدراري الصغار. العرس ديالي بعد يومين، يعني القفطان خاصو يكون غدا مقاد، وما عنديش مع اللي كتفلى عليا وكيلعب معايا ولا غادي تلوم غا راسك. انا مبقيتش حاسس براسي. صافي ان شاء الله بعد 24 ساعه غترجعي وغتلقاي ان شاء الله موجود باذن الله. كوني هانيه كلشي خاطر كيكون موجود. خرجت من المحل وفي قل من دقيقه سديت المحل ديالي وغادي للدار. ولكن الا كان من الطبيعي غنخرج ونشوفها في الشارع غادا من قدامي، ولكن اختفات ما كايناش. الشارع قصير والزنقه قصير، يعني شارع واحد اللي كاين، يعني نورمالمون الا خرج راح نشوفه قدامي، ولكن بحال الى الارض تشقات وبلعاتها. انا بقيت مصدوم وما فهمت والو. النهار الثاني مشيت للمحل واول حاجه جربت الماكينه والحمد لله خدمات. بقيت خدام في التوب وتفكرت باللي ما شغلتش القران. مشيت وانا نخدمه ورجعت بين نخدم الماكينه، ولكن ما خدماتش. استوعبت باللي الماكينه كانت خدامه قبل ما يخدم القران، وما خدمت القران الماكينه وقفات. انا طفيت القران ورجعت والماكينه خدمات. انا تجمدت ومبقاش كنفكر مزيان، ما عليا غير نخدمو دغيا قبل ما يوصل الليل، قبل ما تجي ديك السيده وتنوض شي مصيبه اخرى. ما حطيت التوب في الماكينه، التوب حرير ما كيبانش عليه باللي خشين، الخدمه فيه سلسه بحال العسل. ما كنحط فيه الخيط دغيا كتخيط في البلاصه. وكملتو في قل تقريبا من 4 السوايع، يعني بقى لي النهار طويل كامل قبل ما يوصل الليل. كملت القفطان وحطيته وبقيت كنتسنى يوصل الليل. هو يوصل الليل مع ضربات عاوتاني التوقيت نفس الوقيته مع 1:30 وهي تدخل بلا ما دير الحس. وانا مريح حتى كنلقاها دخلات وانا قفزت بلاصتي وانا نقول لها السلام وما رداتش عليا. وانا نوض هزيت البلاكار فتحته وانا نزل القفطان وعطيته ليها وبلا ما قالت والو. بقات كتشوف فيه بحاله وهي تخشي ايديها في داك الصاك ويتجبد واحد المبلغ اللي كبير وهي تعطيه ليها. انا بقيت شادو بين ايديا وما فهم والو. كنقول لي راه هاد المبلغ كتير وكبير عليا، راه ما نقدرش نستحقه كامل، هادشي كتير عليا بزاف. وهي تجير لي بعينيها وبيديها بحاله زعما غاخودو. انا بقيت مصدوم وهي تخرج. انايا فتحت الباب وانا نتبعها، بقيت كنشوف اليمين واليسار والو، السيده ما كايناش بحال اله بلعاتها الارض. انا استغربت ولكن اللي نساني في هادشي كامل وداك المبلغ اللي عطاتو ليا، مبلغ اللي كبير راه الا خدمت شهر وزياده ما نقدرش نجمعو. رجعت للدار كنجري وانا فرحان. دخلت للدار والمدام شافتني فرحان وهي تقول لها اش عندك تما. رجع في هاد الليل فرحان، عاودت ليها كل شيء ولا ديك السيده وداك المبلغ اللي عطاتو ليا. ومرتي فرحانه قالت لي يلا جبد داكشي اللي عندك، جبد نحسبوه دابا. انا قلت لها ايه مرحبا. ما خشيت ايديا في الجيب وهنا كانت الصدمه. الفلوس كانوا عباره عن اوراق البيضين. وانا مرتي شكات فيا كيسحب لي غا حماقيت، كتقول لي السي ابراهيم
واش كتضحك عليا؟ قلت لها لا ما يمكنش، عقلت باللي عطاتني فلوس من مبلغ الكبير، هاد الوراق هادو ماشي ديالي، هادو اللي عطاتهم ليا ماشي ديالي، عطاتني فلوس، متاكد باللي عطاتني فلوس. هاد الوراق البيضين منين جاو؟ وهنا نعاود لها القصه كامله من نهار جات حتى لدابا. تقول لي السي ابراهيم بارك من هاد الخريف ويلا نمشيو للمحل ونتاكدوا من هادشي اللي كتقول واش بصح ولا لا. الا لقينا داك البقيه ديال الثوب كما قلتي راه نتاكدوا. مشينا للمحل وما حليتو، وتقول ديك الشيء اللي بقى من القطع ديال داك الثوب ما بقاش هو والو نهائيا. انا اتصدمت، كنقول لها مرتي طيقيني والله الا هادشي اللي عاودت لك هو اللي كاين. كتقول لي الا كان هادشي كتقول فين هو الثوب وديك الفلوس اللي هي الزوراق، واش شويه لاباس نتايا؟ وهنا تاكدت باللي داك البنت ماشي طبيعيه، الا كانت من الانس راه كلشي ممكن غيكون الوراق غيكونوا فلوس نيت، الثوب راه غيبقى البقايا ديالو. وكان هادشي اللي وقع باللي تاكدت باللي هاد ماشي من بن ادم، هادي باينه شي بنت من الجن. انا وهنا المدام شدينا المحل ورجعنا كنجريو الدار. القصه ما كملاتش هنا، في نفس الليله من كنت ناس حلمت بحلم اللي غريب، حلمت بعرس اللي كبير. هاد العرس كانوا فيه شي طقوس اللي غراب والناس اللي في شكال والمنظر ديالهم اللي في شكل، ولكن اللي خلاني نتصدم هي ديك البنت شفتها في داك العرس اللي في الحلم ولابسه نفس القفطان اللي انا خيطته بايدي. انا فقط مخلوع من ديك الحلمه، توضيت وصليت 2 ركعات ومن تما ما بقيت مشيت داك المحل وحبست الخدمه ديالي نهائيا. ان شاء الله تكون القصه عجباتك، ما تنسانيش بلايك وبارطاج وواحد التعليق خفيف، وما تنسانيش كذلك بواحد الاشتراك وفعل الجرس ان شاء الله باش يوصلك كل جديد. ونشوفك على خير ان شاء الله.